السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مشاهدي الجزيرة مباشر، وهنا في جولة جديدة من طاجكستان، حيث الدولة الأكثر مواردا مائية في العالم. هنا من طاجكستان، من موقع جديد ومن مكان آخر، حيث سد راغون والمحطة الكهربائية في راغون، والمفترض أن يفتتحها رئيس طاجكستان إمام علي رحمان غدا. هنا نلتقي الفنيين قبل افتتاح التوربينات غدا. معي المهندس شمس الله محمد سعيد، كبير الفنيين في سد راغون والمحطة الكهربائية. أرحب به، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. شمال. نعم. في البداية نريد أن نسأله عن هذا السد، متى أنشئ؟ البداية كانت متى؟ میخواستم از اول پرسیم که کی همین ساختمان همین گس شروع شد؟ کی شروع شد؟ ساختمان نیروگاه در زمان شوروی سال 1978 سر شد. بدأت إنشاء محطة كهربائية راغون في أيام الاتحاد السوفيتي في سنة 1978. هل تم يعني أنا سمعت إنه توقفت فترة وأكملت، متى تم افتتاح هذا السد؟ من شنیدم که بعد همین ساختمان این نیروگاه موقتا موقوف گذاشته شد و باز کی شروع شد ساختمان این نیروگاه؟ ساختمان نیروگاه سال 1992 قطع شد، باز سال 2008 برقرار. نعم. فعلا توقفت إنشاء محطة كهربائية في سنة 1992 وبدأت إنشاؤها في سنة 2008. نعم. أيضا الحديث عن الطاقة الكهربائية، دائما الحديث عن الطاقة الكهربائية. يعني أمس كنا في نوراك الطاقة الكهربائية أو الطاقة من التوربينات 3000 ميجا وات. هذا السد، سد راغون والمحطة الكهربائية، في ما مقدار توليد الطاقة الكهربائية الكاملة هنا في راغون؟ مقدار الطاقة الكهربائية المولدة في راغون. یک از میپرسند درباره آنی که دیروز از نوراک دیدن کردند، درباره نوراک معلومات گرفتند چقدر بلندی سد نوراک و اینچنین درباره مقداری اقتدار قوه استحصال قوه برق از نوراک معلومات گرفتند و میخوان که در همین مورد از نیروگاه راغون هم پرسند معلومات گیرند، یعنی سد این چقدر است و چقدر میگاوات استحصال قوه برق استحصال میکند. خوشبختانه من در گس نارک سالهای زیاد کار کردم، درباره نارک اطلاعات پور دارم. أنا اشتغلت في محطة كهربائية ناراك وعندي معلومات كثيرة عن محطة كهربائية ناراك. نعم، لكن نحن نتحدث هنا عن راغون. نعم. نیروگاه راغون از نارک خودی سربند پلاتینا 15 متر زیاد است و سد راغون أكبر من سد ناراك ب 15 مترا. 15 مترا أكبر. 30 متر زیاد است. 30 متر أكبر ب 30 أطول. ب 30 متر. تولید برق نارک 9 واحد دارد، 2700 ميجاوات. وتوليد الكهرباء في محطة كهربائية ناراك 2700 ميجا وات. نعم. راغون 6 واحد دارد، تولید برق 3600 ميجاوات.
ولكن توليد الكهرباء في محطة راغون كهرمية 3600 ميجا وات. نعم، يعني هنا اتضح لنا أن هنا توليد الطاقة الكهربائية هنا أكبر 3600 ميجا وات. يعني كنا نتحدث عن أرقام كبيرة أعتقد في الموارد المائية وتوليد الطاقة الكهربائية. كم عدد التوربينات، يعني الطاقة الفعلية التي أو القوة الفعلية لمحطة كهرباء راغون؟ ما دونستم که در حقیقت نرگاه راغون قوای برق بیشتر استحصال میکند، بسیار با قوای بیشتر استحصال میکند و این زمان چند توربین به کار در اومده است و چقدر قوای برق تولید میکند؟ این زمان من پگاه دویم توربین را به کار می‌داریم و اقتدار تولید برق 240 ميجاوات برابر شدنش ممكن. غدا نحن نقوم بتشغيل توربينة ثانية لمحطة كهرمائية راغون، ويكون توليد الكهرباء 220 أو 240 ميجا وات. 240 ميجا وات. يعني عدد التوربينات التي تعمل توربينين اثنين. دو توربينة كورنا. نعم، يعني مشاهدينا الكرام، يعني هنا نتحدث عن انه لدينا من اجمالي 3600 ميجا وات. هنا يتحدث المهندس شمس الله محمد سعيد عن انه يعمل القوة الفعلية التي تعمل عدد توربينين فقط ب يعني 200 و 900 او 200 و 400 220 او 240 224 و 240. طيب لماذا لا يعمل السد بكل طاقته، او لماذا لا تعمل التوربينات بكل قوتها؟ برای چی همه یمون توربینه ها با همش کار نمیکند، همش روز کار نمیکند؟ این سبب چی است؟ راغون در راغون ما در عرفه ساختمانیم، حال بینای ماشین ها رو میبینید که دو توربین آماده در دیگرش کارهای ساختمانی منتج کنی می رود. لأن حاليا نحن في حلول منشأة راغون. منشأة راغون ليست مكمل. هذا طور الإنشاء. نعم. ونحن نشاهد الآن اليوم نحن نشاهد العمال يشتغلون في. نعم، يعني نشاهد تفجيرات هنا ربما. نعم. يعني شق طرق وشق. نعم، يعني هذا عمل يعني. این از اینجا ما مشاهده میکنیم که اینجا کارها رفته ایستاده است. آنجا انفجارها است. این انفجار نه، از بالا کوه تازه کده میفرایند، سنگار از سنگار تازه میکنند به خاطر آنکه به خطری کارها را در وقت برداشتن سد تأمین نمایند. هناك ليست انفجارات، ولكن هناك نحن قمنا بتنظيف هذا الأماكن من الأحجار الخطيرة لأمنية يعني شغل الطرق في أثناء المنشأة. نعم، يعني هو في الغالب شق الطرق بيعتمد إلى هذه الأعمال البسيطة من تنظيف وتفجير الطرق بشكل آمن يعني. والسؤال الآن يعني متى يعني يتم انتهاء او اكتمال الخطة المحتملة لانتهاء هذا السد والعمل بكامل طاقته؟ میخواهیم فهمیم که کی این نیروگاه پرره ساختمانش به انجام میرسد. موافق جدول ما سالی 2030 وفقا لتخطيط عندنا سينتهي كل الإنشاء محطة كهرمائية راغون في سنة 2030. 2030. نعم. يعني سؤال آخر أو سؤالي الأخير، عدد السدود في طاجكستان. يعني زرنا نوراك، ما شاء الله عدد الأنهار كبير، الطاقة المائية ربما الحديث عن أنه الدولة الأكثر موارد مائية في العالم، لكن ما هي عدد السدود في طاجكستان؟ سدود محطات؟ نعم، في كل سدود محطات؟ نعم. همین عددی گیس ها در تاجیکستان چند عدد است؟ چی؟ گیس ها. صد و گیس ها در تاجیکستان. کاسکاد هست،
از همه بالای این راغون، نورا، بویغوزی، سنگتوده یک، سنگتوده دو، کلیناباد. فقط در خود دریای بخش ششم. فقط في نهر وخش 6 محطات كهربائية. ما شاء الله، يعني في نهر فخش. نعم. 6 محطات. 6 محطات في بالمناسبة نوراك على نهر فخش. نوراك هم در همین دریای وخش است. نعم في الوخش. عجایبش همین است که آبانبار راغون چنانه که ما با بانک جهانی اکسپرتیز گذراندیم، یکم آبانبار نارک از رسوب‌ها گیل خاک دریای میبرد کو 100 سال امین نگاه می‌دارد. تویست عمر نیروگاه نارک با 100 سال دیگر زیاد میشود. احنا نتعاون مع البنك الدولي وفقا لتحليل البنك الدولي. محطة كهرمية راغون يساعد لبقاء ناراك ولأمانة ناراك لمدة 100 عام. 100 عام. يعني نحن نعرف حاليا نعرف أن العمر ناراك 100 عام بدون مشاكل. نعم، يعني هذا لتأمين نوراك. نعم. از کدام حساب؟ هذا أولا. رسوب‌ها، همه سنگ‌ها، گیلا همش در آبانبار راغون تحمل میشه، تکشین میشه. لأن في أحجار كبيرة خطيرة يقف تحت التوربينات؟ لا، تحت المياه. تحت المياه البحيرة. نعم. و به نارک فقط آبی تازه می رود. ويجري إلى محطة كهرمية ناراك مياه نظيف جدا. نعم. دوم ثانيا همه سالهای کم آبی و سیر آبی آب در آبانبار راغون تحمل میشه. خوب آبانبار نارک همه ساله سیر آب و پر آب می شود. في أيام جفاف. نعم. مثلا في أيام جفاف راغون يساعد أو يقوم بتوفير المياه إلى محطة كهرمية نوراك. نعم، يعني مشاهدينا، المهندس شمس الله محمد سيد أراد أن يقول أن بناء سد راغون هو من أجل سد نوراك. سؤالي لتأمين والمساعدة أيضا. السؤال الأخير حول الزراعة، هل تستخدم المياه هنا للزراعة أم فقط لمساعدة سد نوراك؟ آبی این نیروگاه برای کشاورزی هم می شود که استفاده برده شود؟ چرا نه؟ نعم. فعلا ممکن استخدام الى. الان همه آب پایان آب نارک تمام ولایت های تاجیکستان از همه آب استفاده میبرند. این یکم آب نوشاکی است. بعد ناراك كل مياه بعد ناراك يعني بعد ناراك مياه يستخدم في مجال الزراعة وليس فقط للزراعة وللشرب فقط. طيب، سؤال أيضا في آخر كلام، حجم البحيرة كم؟ حجم البحيرة کلهایی که در گزها پیدا شدند چقدر هستند؟ کل 6 کل 6 مليار متر. محطة كهربائية 6 البحيرة. 6 مليار متر مكعب. في نهاية اللقاء أشكرك رحمة المهندس شمس الله محمد سعدين. شكرا جزيلا على وجودك معنا. مشاهدي یک چیز بگم برای ایشان، همین آب خوب باید همه نوای هست تو بالا یک خط. نعم. از همون 10 متر پایان شود. از خطی که در آنجا است. لا تامون تورمجو میبرد بالا میبرد. في شيء أريد أبلغكم لأن
هذا مياه البحيره المفروض يرتفع حتى الخط اللي هناك في حتى في الجبال حتى الاعلى. يعني هذا البحيره يصل الى هناك، يعني سوف يصل الى هناك. نعم سوف يصل الى حجم اوبانبور اون وقت 13.5 میلیارد متر کوبی، یک 13.5 كوب كيلومتر آب میشه. يكون الحجم المياه 13.5 مليار متر مكعب. نعم. يعني مشاهدينا، أراد المهندس شمس الله أن يضيف أنه لو نظرتم معنا إلى هذا أنه الماء سوف يرتفع إلى أعلى نقطة وتصبح حجم البحيرة 13 مليار متر مكعب. هنا تابعونا في جولاتنا من طاجكستان. أشكر ضيفي، وفي انتظار جولة جديدة إن شاء الله من طاجكستان، حيث الدولة الأكثر مواردا للمياه في العالم ومنطقة أخرى وسدود أخرى. كونوا على وفائكم لنا على شاشة الجزيرة مباشر. السلام عليكم ورحمة الله.